السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو الأخير كنا اتكلمنا على الأمراض اللي بتصيب السليفري جلاند، وبعد ما اتكلمنا على الأمراض ديت اتكلمنا على أنواع الكانسر اللي ممكن تيجي في السليفري جلاند. اتكلمنا على الأنواع بس ولكن ما اتكلمناش عليها بالتفصيل. النهارده هنتكلم على كام نوع من الأنواع ديت بشوية تفصيل. أول واحد البليومورفيك أدينوما أو الميكسد سليفري جلاند تيومر. ايه هو البليومورفيك ادينوما؟ قال لك ده الكومنست اوف السليفري جلاند تيومر في الادلت، ده الكومن واحد بيحصل في الادلت، ولكن في التشيلدرن كان ايه؟ كان الهيمانجيوما اللي احنا اتكلمنا عليه. قال لك ده 80% من الحالات، يعني 80% من التيومرز اللي بتحصل بتكون البليومورفيك ادينوما. قال لك مور كومن في الباروتيد 80%. تمام، ودي المهمه. قال لك ان هو ليه اسمه ميكسد تيومر؟ ميكسد تيومر يعني ميزنكايمال تيشو ومايو ابيثيليال تيشو. تمام. قال لك شكل التيشو لما تقطعه، قال لك شكله جروسلي، في بقى كارتلج وسيستيك سبيس وسوليد تيشوز، يعني ميكس كده في حاجات كتير. مايكروسكوبيك بيكتشر بقى قال لك باي فيزيك 2 باي فيزيك النيتشر ابيثيليال وسترومال يعني كونكتيف تيشو. يبقى هو ان هو ميكس تيومر جايه من ان هو باي فيزيك ابيثيليال وميزنكايمال تيشو. تمام. نوت شو نيكروزس. ليه نوت شو نيكروزس ديت؟ لان هو بناين. تمام. وكابسيوليتد طبعا لان هو برضو بناين تيومر، والبناين تيومر ما بيكونش فيه نيكروزس وبيكون كابسيوليتد. الكلينيكال بيكتشرز بقى احنا لما ناخدها كده، الكلينيكال بيكتشر بتاعت البيشنت، هيجي البيشنت بسويلنج، ودي اهم حاجه هتكون موجوده فيه، ان هو هيكون في سويلنج. السويلنج ده زي ما قلنا تحت الودن رافع الايه الهالو او الحته الدبريشن اللي تحت الودن دي، ريزد الاير لوبيول. تمام. قال لك ده سنجل وبينلس، يعني هو سنجل سويلنج مش كذا سويلنج كده، لا هو سنجل سويلنج، والسويلنج ده بينلس لان هو بناين سموث وفيرم لوبيوليتد، وايه وموبايل. تمام. برضه كل دي خصائص الايه، ان هو بينلس وان هو سموث، وكل دي الخصائص بتاعت الايه، بتاعت البناين تيومر. مهمه الحته اللي جايه دي بقى اللي هي الكورتين ساين. الكورتين ساين ديت بتميز لنا البليومورفيك ادينوما ان هي في الباروتيد عامه، مش هي مور كومن في الباروتيد. قال لك ان طالما السويلنج في الباروتيد فلازم يبين الكورتين ساينز دي. ايه هي الكورتين ساينز دي؟ ان هو كان نوت بي موف اباف الزيجوماتيك ارش، مهما حاولت ترفعه كده وانت مش هو موبايل سويلنج. السويلنج ده بيكبر تحت وقدام، يعني تحت وان فرونت. تمام. ولكن مش بيكبر لفوق السويلنج ده، وحتى لو انت حاولت تمسكها هي موبايل، لو حاولت تمسكها وترفعها لفوق مش بتطلع لفوق، مش بتعدي الزيجوماتيك ارش. فديت اسمها ايه؟ كورتين ساين، ودي ساينز للايه، للباروتيد سويلنج. قال لك اوبليتريشن للريترو مانديبولار جروف، زي ما قلنا الحته اللي ورا الودن اللي نازله دي بيعمل لها اوبليتريشن لان هي في الباروتيد سويلنج بيعمل اوبليتريشن للجروف اللي موجود تحت الودن ده. قلنا ممكن يجي معاه بين والسريشن وديسفاجيا لو الديب لوب انفولفد، لان الديب لوب تيومر بيعمل حاجات كتير. لو السوبرفيشال فده سهل، الديب بيجيب مشاكل تانية. ممكن يعمل لك ديفيشن في اليوفيولا، دي برضو من ضمن مشاكل الديب لوب، يعمل لك ديفيشن في اليوفيولا. حلو. والفارنجيال وورد يزقهم كده فيعمل لك ديسفاجيا. تمام. ممكن يحصل له مالجنسي ترانسفورميشن. المالجنسي ترانسفورميشن اللي هتحصل دي خدنا لها نوع من الانواع اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو ايه الاكس بوليمورفيك ادينوما. تمام. كارسينوما ان اكس بوليمورفيك ادينوما. تمام. قال لك بقى المالجنسي هتأذي الفيشال نيرف والمسيتر والسكين، وهتلاقيه لافف في المنطقه كده، مش هيسيب حد في حاله يعني. طيب زي ما قلنا الصوره ديت ان هو عامل ايه، البروتوتيوم بيعمل ايه، بيريز زي ما احنا شايفين رافعها اهو، بيريز الاير لوب. وهنا ايه اللي باين هنا، ان احنا بنحاول نرفعها اباف الزيجوماتيك ارش، مش راضي. ده الزيجوماتيك ارش اهو، مش عارفين نرفعها اباف الزيجوماتيك ارش. بوليمورفيك ادينوما شوينج ايه، كورتين ساين، مش عارفين نرفعها فوق الزيجوماتيك ارش. تمام. قال لك ان هي كومون في الفيميل، اي حاجه بناين كومون في الفيميل، موجوده في الايه، في يعني الميدل ايج كده. غالبا بتكون يوني لاترال.
تمام تمام. قال لك لو حصل ديب لوب سويلنج هتلاقيه بتحصل تعمل له ايه؟ باي ديجيتال بالبيشن. اتكلمنا عن الباي ديجيتال بالبيشن ده ان صباع جوه وصباع بره، وتبدا تعمل ايه؟ باي ديجيتال بالبيشن بصباعك الاثنين بتوع ايد واحده. قال لك البناين تيومر يوجوالي بينلس، زي ما قلنا مفيهوش بين لان هو بناين. ممكن يحصل سادن اونست اوف بين. لو حصل سادن اونست اوف بين يبقى حصل لها ايه؟ مالجنانت ترانسفورميشن اللي هي كارسينوما ان اكس بوليومورفيك ادينوما. طيب هنعمل انفستيجيشن ايه بقى؟ الانفستيجيشن بتاعتنا هنعمل اول حاجه واسهل حاجه وممكن نعملها على طول عشان نشخص، حاجه اسمها الترا ساوند. الالترا ساوند هيوري لك التيشو متلخبط في بعضه. تمام تمام. او الفايل نيدل اسبيريتنج سيتولوجي، الفنيك برضه ده امبورتنت للدياجنوز. ممكن تعمل سي تي وتستخدم معاها ايه؟ تستخدم معاها صبغات، او تعمل ام ار اي وده البتر ده عشان تعمل دياجنوز. خد بالك بقى ليه ما ينفعش نعمل اوبن بايوبسي فين؟ في البوليومورفيك ادينوما اللي موجوده في الباروتيد. ليه؟ قال لك لان هي ممكن يحصل معاها 3 مشاكل مهمين جدا. دي مهمه ليه؟ ما ينفعش تعمل اوبن بايوبسي. ليه؟ عشان ممكن تعمل انجري للفيشيال نيرف، وده اهم حاجه، انجري للفيشيال نيرف. تاني حاجه ممكن يعمل سيدلينج. ايه هو السيدلينج ده؟ والسيدلينج يعمل لك ريكرنس. السيدلينج يعمل لك ايه؟ تشانس اوف ريكارنت. ايه هو السيدلينج؟ السيدلينج ان انت لما تدخل تجيب البيوبسي وانت خارج تلاقي في سيلز من التيومر سيل تقع كده في الطريق وانت طالع، فبحضر شويه تيومر سيل كده في الطريق فيعمل ايه؟ فتعمل ريكارنس. التشانس ان يحصل فيستيولا، انت داخل كده ومتقاطع وطالع تعمل ايه؟ فيستيول تراكت كده، فيستيول تراكت من جوه لبره، فممكن تعمل فيستولا فورميشن. دي مشاكل، علشان كده ما ينفعش تعمل اوبن بايوبسي. طب التريتمنت بتاعنا ايه؟ التريتمنت على حسب. التريتمنت هو سيرجري، بس على حسب ايه؟ هل السوبرفيشال لوب لوحده ولا كلها؟ لو السوبرفيشال لوب تعمل سوبرفيشال باراديكتومي، لازم اسم العمليه يتكتب سوبرفيشال باراديكتومي. تعملها ازاي؟ بموديفايد اس شيب اكسجن كده، بتفتح فتحه يعني شبه الاس كده، موديفايد اس شيب. ولو كلها انفولفد فبتعمل توتال كونزرفتيف باروتودكتومي. يبقى توتال كونزرفاتيف باروتودكتومي. كونزرفاتيف ليه؟ علشان تاخد بالك من الفيشيال نيرف، مش هتشيل كل حاجه تقابلك في وشك. تمام تمام. كده خلصنا البوليومورفيك ادينوما. عندنا الادينو ليمفوما اللي يسمع الادينو ليمفوما فيفكرها مالجنت، لكن الاسم ده اطلق خطا، هي مش ادينو، مش ليمفوما، مش مالجنت، علشان كده اسمها الثاني الوارثين تيومر. قلنا دي السكند كومون بناين تيومر اوف الباروتيد، يبقى السكند كومون بناين تيومر اوف الباروتيد هو مين؟ هو الادينو ليمفوما. تمام تمام. قلنا الاسم ده اطلق خطا. يعني ايه اطلق خطا؟ يعني مس نومر ان هو نوت مالجنت ونوت ليمفوما، مش من الليمفوتيش اصلا. البناين تيومر ده اونلي ان الباروتيد، يوجوالي في اللور لوب، في اللور. يبقى كومنلي فين؟ اونلي فين اصلا؟ في الباروتيد. ده مين؟ ده الادينو ليمفوما، ده بناين تيومر السكند موست كومن، وبيحصل فين؟ فقط في الباروتيد. يوجوالي انفولف السوبرفيشال لوب بتاع الباروتيد. ات ماي بي مالتي سنتريك. كلمه مالتي سنتريك دي مهمه جدا. هو بياخد السوبرفيشال لوب ويكون مالتي سنتريك. يعني ايه مالتي سنتريك؟ يعني تلاقي متعدد السناتر، تخرج من هنا وخارج من هنا وخارج من هنا وخارج. ده صعب، لان انت وانت بتشيله لازم تشيل كله، ما تسيبش اي مارجن، لان لو سبت مارجن ممكن يعمل لك الكرنس. السبب بتاعه سموكينج. ليه؟ عشان كده هو مالتي سنتريك، علشان كده هو باي لاترال زي ما هنشوف تحت، ان السموك ده جنرال كوز، مش كوز في حته معينه، لا ده جنرال كوز، فهيخليه مالتي سنتريك، هيخليه باي لاترال، يجي في كل مكان. بس الحلو ان هو ما بيحصلهوش مالجنانت ترانسفورميشن. ايه الانفستيجيشن بتاعتنا؟ طبعا الترا ساوند، طبعا الفناك، طبعا السي تي برضو، وال وطبعا ال 99 تكنيكال او تكنيتيوم، 99 تكنيتيوم سكان، 99 تكنيكيوم سكان. التريتمنت سوبرفيشال باروتودكتومي سوبرفيشال باروتودكتومي. تمام تمام. يبقى احنا اتكلمنا على الادينو ليمفوما، واتكلمنا على البوليومورفيك ادينوما. دلوقتي هنتكلم على الاونكوسايتوما. الاونكوسايتوما ده ساليفري تيومر بناين، ويوجوالي بيكون موجود في الباروتيد، والميكروسكوبيك بيكتشر بتاعته الاونكوسايت. يعني لما تجيب ميكروسكوبيك بيكتشر كده هتلاقي فيه ايه؟ الاونكوسايت. ازاي تعمل له مانجمنت؟ زي الادينو ليمفوما بالظبط، يعني ما فيهوش حاجه جديده. بعد كده هنتكلم على الميوكو ايبيديرمويد تيومر. الكلام عليه مش مهم قوي، ولكن المهم فيه ان هو الكومنست مالجنانت تيومر في الباروتيد، والسكند كومن مالجنانت تيومر في السب مانديبولار والسب لينجوال جلاند.
الحدوث بتاعه ممكن يحصل في الباروتيد، ده الموست كومن. ممكن يحصل في البلد كماينور ساليفري جلاند، ده برضو كومن. بس خد بالك في البلد عندنا الادينو سيستيك كارسينوما دي الكومن. في البلد الادينو سيستيك كارسينوما از كومن، ولكن هو بيحصل في البلد، بيحصل في البلد. الايتيولوجي الراديشن. الجروس انكابسيوليتد سوليد تيومر وعنده سيستيك سبيس. مايكروسكوبيك قلنا باي فيزيك، عندنا باي فيزيك برضو. تمام. ان هو اسمه ميوكو ايبي ديرمويد. اسمه ايه؟ ميوكو ايبي ديرمويد. اسمه ايه؟ ميوكو ايبي ديرمويد تيومر. تمام. فهتلاقي عنده ميوكاس سكريشن وابيدرمويد سيل، يعني ميوكاس سكريتوري سيل وابيدرمويد سيل. تمام تمام. سلولي بروجريسيف. تمام تمام. ما فيهوش ليمف نود سبريد، لا للليمف نود سبريد، يعني هو تيومر عادي جدا. المهم فيه او المهم في التيومر ان هو لو جريد وانترميديت جريد وهاي جريد. لو جريد ميوكاس سيل مينلي. انترميديت جريد قال لك كلير سيل فاريشن. الهاي جريد تبدا الابيديرمويد سيل مينلي. تمام تمام. الكلينيكال بيكتشر طبعا عندك سويلنج في السليفري جلاند طبعا زي ما احنا عارفين. سلو انكريز في السايز، مش قوي يعني. هارد ونودولار زي ما احنا عارفين ان هو مالجنان. كومن في الفيميل بيكون فيه بين. تمام تمام. وبكده خلصنا الميوكو ايبي ديرمويد كارسينوما، وبكده نكونوا خلصنا شويه التيومرز اللي احنا هنتكلم عليهم في السليفري جلاند، وبكده نكونوا خلصنا شرح السليفري جلاند عامه. لو حد محتاج حاجة تانية نشرحها أو وقفت معاه حاجة يقدر يقول لنا في الكومنتات. متنساش تعمل لنا لايك عشان الفيديو ينتشر، وشير لأي حد من أصحابك لو ممكن الفيديو يفيده. والسلام عليكم.